هو بجد يعني إذا تكلمنا من دلوقتي لبكرة عن دكتور أحمد ما حنوفيه حقه بأمانة. يعني وصل لنا المادة على أتم وجه، وكان بالنسبة لنا داعم نفسي أكثر احتمال. فبجد من كل النواحي ممتاز ممتاز ممتاز، ونتمنى له مزيد من التوفيق إن شاء الله. وتعبناه خالص، ونقول له آسفين إننا عزمناك معنا والله. أنا والله يعني كلمة شكرا للدكتور أحمد يعني صراحة قليلة جدا جدا جدا. آم، علمنا كثير، يعني هي مش بس على الكورس، يعني استفدنا صراحة. أنا عني يعني مع إني يمكن غلبته معاي وبحكي له، يعني بعتذر منه إن أنا كثير قصرت، وصبور وقلبه طيب يعني بعصب بعدين. سبحان الله، يعني عاملنا معاملة أبناء والله العظيم. فالله يجزي عنا خير. كمان بشكر كمان الإدارة قديش كانت متعاونة جدا جدا، يعني حضرتك يا أستاذة سما. لا بجد دكتور أحمد يعطيك العافية يا رب، ما قصرت معانا واديتنا كم معلومات يشرفني وجودي معاكم، وإن شاء الله مكملة معاكم بإذن الله. أنا ما كنتش متخيلة إن أنا هتكلم إنجليش كده وأحاور، وأنا فرحانة بنفسي بصراحة. كنت في الأول بتكسف، أو حتى عندي رأي ممكن ما أقولوش بثقة كده. انا بس احب ان انا اشكر الدكتور احمد، لان هو فعلا كان طول الوقت كان مجتهد معانا وممتاز جدا وشغال معانا في كل حاجة، ومش من نوعية اللي هو تاخد ما تاخدش الطحابة، لا بيهتم بينا كلنا وعايز ان احنا نطلع احسن حاجة والكلام ده كله. فانا فعلا بشكره جدا، لان هو فعلا انسان محترم وشاطر جدا وطلع نتائج كويسة مننا كلنا. والله يا دكتور مفيش أي كلام يقدر إن هو يوفي حضرتك من الشكر والتقدير يعني. حضرتك حد محترم جدا جدا وصبور وشاطر قوي قوي، خليتنا نحب الإنجليزي. وأنا يعني أنا بعترف إن أنا لسه برضه إيه، أنا مع نفسي. أنا حضرتك طبعا شاطر قوي وبذلت مجهود كبير، بس أنا إن شاء الله هكمل عشان أكون أحسن من كده يعني بكتير. شكرا طبعا أستاذة سما ليكي قوي. العفو أستاذة ليلى، مبسوطة إن أنت معانا. ميرسي، ربنا يخليكي.